تعالوا نعمل مع بعض احلى باتيه بالجبنه وبالشوكولاته. تحفه، لسه خارج من الفرن. بصوا الحلاوه، سخن مولع بالجبنه وبالشوكولاته، روعه. عملت من 3 كوبايات وربع دقيق 8 باتيه بالحجم الجميل ده. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. مكونات الباتيه: بيضه وعليها كيس فانيليا، معلقتين كبار من السكر، معلقه كبيره ممسوحه من الخميره او كيس خميره اللي هي الفوريه، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، وربع معلقه صغيره من الملح، و3 كوبايات وربع من الدقيق، وكوب ميه دافيه. المقادير دي مظبوطه تماما. ممكن نزود معلقه ميه او معلقه دقيق على حسب نوع الدقيق نفسه. هنا الدقيق هحط عليه كل المكونات الجافه. انا هنا مش هختبر الخميره لان انا متاكده ان هي شغاله تمام. لو مش متاكدين منها او مش مجربينها، بنجربها مع السكر والميه الدافيه والملح، بس انا متاكده من نجاحها. قلبت كده كل المكونات الجافه مع بعض، وهنزل بالبيضه وكيس الفانيليا. ده باتيه بقى اللي بيتعمل في المخابز ده، وهيطلع ناجح معاكي من اول مره ان شاء الله. تمام، هنقعد نقلب كده لحد ما البيضه تختفي تماما. وحطينا كيس الفانيليا علشان ميبقاش فيه اي زفاره للبيض او اي وجود للبيض خالص. البيضه كده اختفت معايا. هبتدي بقى انزل بالميه الدافيه، واقلب برضو. لسه هنعجنها 10 دقايق، بس انا بلم بس كده بالمعلقه. اي معجنات يتعجن 10 دقايق. طبعا لو عندنا لبن بودر نحط، ما عندناش ممكن نستبدلهم بلبن. ما عندكيش خالص ميه زي ما احنا بنعجن كده، بس انا هزود دلوقتي. كده هتحتاج ميه. احنا قلنا على حسب نوع الدقيق. في دقيق بيشرب سوائل اكتر من اي نوع تاني. تمام. انا على طول ما بحبش اقول مقدار الميه لان هو بيزيد او بيقل على حسب نوع الدقيق. هي مش محتاجه اي حاجه اصلا، هي محتاجه بس تتعجن كويس. بصوا العجينه لسه هنعجنها بقى 10 دقايق كده. 10 دقايق. بصوا قوامها عامل ازاي من قبل اصلا ما تخمر. هنسيبها بقى نص ساعه تخمر ونبدا نشكلها. بصوا العجينه بعد ما خمرت ما شاء الله، جميله جدا. دي كده العجينه بتاعتي. هقطعها بقى على 4. تمام، 4 اجزاء كده متساويين. تمام. بالشكل ده عملت 4 كور. همسك كل كورة بقى وهفردها بالنشابة. جبت كده كورة وهبتدي افردها بالنشابة على شكل مستطيل. طبعا حطيت شوية دقيق كده من تحت وهفردها. فردتها بالشكل ده وهركنها، وهفرد بقى باقي الكور بنفس الطريقة. هجيب بقى كده، انا فردت 4. بصوا بالشكل ده. هجيب بقى كده كل راق. عندك زبدة تمام، ما عندكيش زبدة يبقى سمنة. انا عندي سمنة. هبتدي
هبتدي ان انا افرد كده. تمام. واحط ايه، راق على راق بالشكل ده. انا عاملاها بشكل مستطيل، وانا بحطهم على بعض برضو هظبطها علشان يبقوا قد بعض. وادهن برضو. عايزه اقول لكم الحركه ديت هي دي اللي هتدينا التوريقه في الباتيه، هيبقى احلى من بتاع بره وهتشوفوا بنفسكم. ونجيب التالتة ونحطها، واحنا بنحطها كده نحاول ايه نظبط مقاسات كل طبقة والتانية. ونحط برضو سمنة بالشكل ده. اخر طبقة مش هنحط حاجة، نحاول بقى ايه نفردها بس مش قوي علشان السمنة ما تتزحلقش مننا. تمام. وبعدين ايه الخطوة اللي بعد كده؟ هنقسم بقى العجينة دي كده، الرقات دي عشان نزود التوريق هنزود ده هنا كده. نحط بقى مسحة سمنة ونجيب دي على دي. تمام. ونحطهم في التلاجة، نغطيهم بكيس ونحطهم في التلاجة ربع ساعة على نفس النشابة دي كده. نحطهم في التلاجة ربع ساعة. بصوا بقى طلعتها من التلاجة عاملة زي الطبلة. نبتدي بقى كده نفردها بالراحة عشان السمنة ما تخرجش منها. عايزه اقول لكم ان هي دخلت التلاجة خمرت كمان، يعني ما شاء الله عليها بتخمر في اي مكان. بس بقى نفردها كده. ما شاء الله العجينه حلوه، خدمتها صح في العجن. فبصوا ماشيه معايا ايه، ولا اتقطعت ولا اي حاجه. ما شاء الله عليها تحفه. نحاول بقى كده نفردها بايدينا، نشوف بقى هنعمل كام باتيه من العجينه ديت. بسم الله. انا هعمل شوكولاته وجبنه، بس قطعتها بالشكل ده. طلعوا معايا 8 باتيه. نجيب بقى الحشو بتاعنا. هحشيها هنا جبنه. دي اول واحده كده هنعملها، او اول واحد هنعمله. نجيب حته جبنه كده نحطها فيه كده بالشكل ده ونلف رول. واحنا بنلف كده نفرد ونقفل كده عشان الجبنه ما تخرجش. عايزه تسميه باتيه سميه، عايزه تسميه كرواسون سميه. وبعد ما نشكله بالشكل ده كده بنسيبه يخمر تاني. احنا متفقين ان احنا لما نشكل العجين او المعجنات عامه يعني بنسيبها تخمر تاني.
بصي هي مش محتاجه نشابه. بصي العجينه مرتاحه ازاي، مش محتاجه نشابه خالص. نفرد كده ونحط. هنعمل 2 بالجبنه وهنعمل 6 شوكولاته. ليه عملنا طبقات العجين فوق بعض كده؟ عشان يبقى الباتيه مورق معاكي. جبنا مكعب كده من الشوكولاته، حطينا فيه كده الشوكولاته، نلفه رول كده. عندك سمسم حبة البركة حطي على الوش، انا ما عنديش. انا هعمل على الوش بيضة، جايبة بياض بيضة وخفقاه، جايبة هحط على الوش بياض بيضة وخفقاه برشة نسكافيه بتضيع اي زفرة فيه. كده هنا في طبقة اتفكت مني، نرجعها تاني نعملها كده ونحط الجبنة او الشوكولاتة ونلفها رول. سهل جدا ومش مكلف خالص. هي بيضة وعجننا بالمية. غطيتهم كده وهسيبهم يخمروا ربع. بصوا بقى الباتيه بعد ما خمر ما شاء الله عليه. مسخنه فرني على 200 وحاطه الشبكه على اول رف من تحت. هنقل بقى الباتيه دوت في صواني. بصوا الكرواسون دهنت الصواني الالمونيا كده بالسمنه، وهبتدي بقى ايه امسح كده الخليط بتاع البياض البيض والنسكافيه. عايزه اقول لكم دي انا بحطها على اي مخبوزات بتديني اللون الذهبي اللي انا ببقى عايزاه. ما بحتاجش اولع شوايه ولا اي حاجه، هي بتديني اللون اللي انا محتاجاه بالظبط. تمام. هدهنهم كده بقى ومسخنه الفرن بتاعي على 200. بصوا حجم الكرواسون ضعيف ازاي، بصوا المنظر تحفه تحفه تحفه. وبكده اكون خلصت معاكم احلى باتيه في الدنيا، هش ومورق وطري جدا عامل زي السفنجه. بصوا قطعت لكم واحد، بصوا التوريق فظيع فظيع فظيع، والشوكولاته سايحه. بصوا الدخان لسه طالع من الفرن. بتمنى ان انتوا تجربوه.